ريد بول النهارده امبراطوريه، بس لما بدأت في لندن ما كانش معاهم فلوس الاعلانات، والناس كانت شايفه ان طعم المشروب غريب وسعره غالي. ازاي يقنعوا الناس ان ده المشروب الترند اللي لازم يشربوه؟ الاستراتيجيه اللي استخدموها كانت زباله، حرفيا زباله. ريد بول جابوا مجموعات من الطلبه وادوهم الاف من علب ريد بول الفاضيه. مهمتهم كانت بسيطه، يرموا العلب الفاضيه في صناديق الزباله قدام النوادي الليليه والجامعات ومحطات المترو. تخيل تبقى ماشي بالليل مثلا او بترمي الزباله، فتلاقي كل الحاويات بتاع الزباله علب ريد بول فاضيه. عقلك الباطن فورا هيقول لك ايه ده؟ معقوله كل الناس بتشرب المشروب ده؟ ده اكيد جامد وموضه. ده اسمه سوشيال بروف او الدليل الاجتماعي. احنا بنحب نقلد القطيع. لما الناس شافت الزبالة دخلت النوادي عشان تطلب المشروب ده علشان ما يفوتهمش، وأصحاب النوادي اضطروا يطلبوه عشان يغطوا الطلب. الخلاصة، ريد بول صنعت وهم الشهرة، والوهم اتحول لحقيقة. أحيانا عشان تنجح محتاج توري الناس إن غيرهم خلاص اشترى، حتى لو اضطريت تستخدم الزبالة عشان تثبت ده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو، واستناني فيديوهات جاية عشان هكشف لك ألعاب أكتر في التسويق.